فيلمنا النهارده يا جماعه خيال علمي اسمه افتر ايرث، ما بعد الارض. بيقول لك ان كوكب الارض اتدمر وبقى لا يصلح للعيشه فيه، عشان كده الحراس نقلوا الناس المتبقيه من الدمار ده لكوكب تاني. ولكن ظهر على الكوكب ده حيوانات اسمها الارثة، عاميه وما بتشوفش ولكنها شغاله على حاسه الشم، بتشم الخوف بتاع الناس وبالتالي بتاكلهم بسهوله. وعرف القائد سايفر ريج انه يقدر يتغلب عليهم من خلال ظاهره التخفي، يعني ما يكونش عندك ذره خوف، بالتالي هتبقى مخفي بالنسبه ليهم وتقدر تقتلهم. ده كيتاي ابن القائد فشل في كل الاختبارات بتاعه التخفي دي، مع انه كان ناجح في كل الاختبارات البدنيه، وعشان كده ابوه خده معاه في مأموريه لكوكب تاني بيتدربوا فيه على ظاهره التخفي دي. وطلعوا بالسفينه فعلا للفضاء، والواد ساب ابوه نايم وراح على المكان ده. قابله الشخص ده قال له ممنوع تكون هنا، والتاني قال له بالراحه عليه ده ابن القائد الرئيس. قام قايل له ده يا ابني حيوان الارثة، واخدينه على كوكب ايفنتس عشان نعمل عليه تدريبات التخفي، وخلاه يجرب، ولكن الارثة حس بيه بسبب خوفه. وهنا بنشوف انهم بيتعرضوا لعاصفه من النيازك اللي بدات تاثر على جسم السفينه، ومفيش قدامهم غير كوكب الارض ينزلوا عليه. ولكن القياده او الكمبيوتر ده بيقول لهم ان الكوكب ده غير صالح للحياه، ما تحاولوش النزول عليه. ولكن مفيش فرصه تانية قدامهم، يا اما الكوكب ده يا اما الموت. قام قال لهم القائد ينزلوا عليه. وهنا بنشوف ان ابنه كان مذعور جدا وابوه بيهديه، ولكن في اللحظه دي السفينه اتخرقت وراح ابوه شوية، وبنشوف السفينة متدمرة والواد لقى أبوه، ولكن رجله الاتنين كانت متكسرة وبينزف في شدة. كده كل اللي كانوا معاهم ماتوا، وحيوان القرصة موجود في نص السفينة الخلفي اللي هو وقع في مكان تاني. طيب هات لي يا ابني جهاز اللاسلكي، لقاه مكسور. الحل ان في جهاز تاني في نص السفينة اللي بيبعد عننا 100 كيلو، ومفيش حل غير انك تبعت منه اشارة استغاثة للكوكب بتاعنا عشان يعرفوا مكاننا وياخدونا، والا هنموت هنا. كده المأمورية شديدة جدا على الواد، وخدوا بالكم ان في حيوان قرصة طليق هناك. لايك بقى واشتراك وتعالوا نشوف القصة بقى والتشويق والإثارة هيحصل ايه. طلع كيتاي في المهمة بتاعته وطلع فوق الجبل وشاف المنظر الجميل ده للطيور والحيوانات. سايفر بقى حرك مجسات عشان تشوف حيوان القرص ده موجود في اي مكان، هو كل همه القرص. ومن التعب خد سايفر مصل مخدر عشان الكسر اللي عنده، ومكتوب على المصل ده ان هو بيضعف النظر وبيساعد على النوم جدا. الواد وهو ماشي اتحولت البدله بتاعته للون الاسود. سأل ابوه قال له البدله بتعرف الخطر، وفعلا في حاجه جايه عليك دلوقتي، انها قدامك الان، بس يا ابني ما تتحركش. ولكن الواد حدف القرد ده بالطوبه، طلع عليه قطيع من القرود. ابوه قال له اجري بسرعه يمة البحر. وجري منهم فعلا لحد ما نزل البحر وطلع في اليمة التانية، ولكن في طحالب سم قرصته وبدأ السم يمشي في جسمه. بسرعة ابوه قال له خد المصل يمة قلبك، يلا خد المصل التاني. قال له مش قادر احرك ايدي. قال له اقع على الارض خلي الحقنة تدخل يمة قلبك، وعمل كده بالفعل. ولكنه هينام شوية هنا بسبب المصل ده في المكان ده لوحده. بدأ الغروب يدخل، حتى ظاهر ان اوراق الشجر بتلم على بعضها، وابوه بيقول له لازم تفوق دلوقتي قبل الليل ما يجي، والجو بيبقى تلج وممكن يموتك. وطبعا سايفر متأثر جدا من المخدر. وهنا كيتاي بياخد جرعة الأكسجين اللي بتفضل معاه لوقت معين، وسأل أبوه معاه كام واحدة؟ قال له 4، وهما 2 بس، حتى إن الجهاز قدام أبوه شكله كده بيقول له إن كيتاي بيكذب عليه. وعدت أول ليلة وأبوه بيحكي ليه إزاي إن القرص حيوان بيتغذى على البشر بسبب خوفهم، وإن الخوف ده إحنا اللي بنعمله من خيالنا. المهم شوية كلام تحفيز كده لابنه عشان ما يخافش. الصبح بنكمل معاه وسايفر بيشوف القرود متاكله ومتقطعه، عرف كده ان القرصة حي لسه ما ماتش. وصل ابنه لحافة الشلال الكبير ده، والمنظر رائع يا شباب. طيب ايه العمل دلوقتي؟ هنكمل ازاي؟ ما تيجوا نعمل لايك واشتراك اللي ما عملش، ويلا نكمل معاهم. طلع المعدات اللي معاك. راح مطلع المعدات وبدأ يعد اللي فيها، وبرضه قال له معايا 4 عبوات اكسجين. ولكن الجهاز بيظهر لسايفر ان ابنه بيكذب عليه في الحتة دي. وطبعا ابوه عارف ان هو محتاج على الاقل 3 اجهزة اكسجين عشان يقدر يوصل للمكان ده، والا هيموت بسبب نقص الاكسجين في جسمه. قام ابوه قايل له المهمة اتلغت، ارجع للسفينة. الواد قال له انا مش هسمع كلامك، انا ممكن اوصل وهقدر اوصل. لا يا ابني معلش لازم ترجع، انت كده عملت اللي عليك ومفيش عليك حاجة. لا انا هقدر اعملها، انا مش جبان، انا مش هسيبك تموت زي اختي. وراح قازح كيتاي وطار من على الجبل في منظر رائع ومشوق جدا. ولكن على حظه جه وراه نسر كبير يطارده، حاول يهرب منه ولكن النسر خده وحطه في العش.
ولما فاق لقى النسور الصغيرة دي، وطلعت شوية نمور على الشجرة عاوزة تاكل ولاد النسر. دخل واحد منهم العش والنسر لحقه ورماه، والتاني كيتاي راح موقعه من قلب العش. النسر شاف ولاده ماتت يا عيني، قعد يصرخ. وكيتاي الجهاز اللي بيوصل بينه وبين ابوه اتكسر هنا، حتى كده الاتصال مع ابوه اتقطع، ومشي كيتاي لوحده وابوه مش عارف عنه حاجة. ايه الموضوع ده يا شباب؟ والنسر ماشي وراه حتى هو بيقول له اتركني في حالي. خد اخر جرعة اكسجين كده، لو ما وصلش للسفينة وخد الجرعة قبل انتهاء الوقت ممكن يموت صاحبنا. عمل لنفسه قارب من جذوع الشجر ونام، حتى كأن اخته جات له في المنام عشان تصحيه. كيتاي استيقظ. قام لقى الجو فعلا بدأ يتلج والجليد ساحب على المكان كله، وكيتاي وقع من التعب، ولكن حاجة شدته. بعدها بيصحى بيلاقي نفسه متغطي بفروع الشجر دي. طلع لقى النسر ميت جنبه، وكأن النسر بيردله الجميل لما دافع عن ولاده. قال له شكرا، ولكن النسر خلاص مات. ومشي بالفعل كيتاي لحد ما قدر يوصل لنص السفينة التاني، وكان خلاص هيموت من قلة الأكسجين. فتح بسرعة المكان ده وخد الجرعة بتاعته وردت فيه الروح من تاني، وخد السلاح ده ولقى الكبسولة اللي كانوا حابسين فيها حيوان القرصة مكسورة. كده كيتاي عرف ان القرصة هربت وهي دلوقتي ممكن تكون في اي مكان. جاب جهاز الارسال وحاول يكلم ابوه سامعه، ولكن كيتاي مش سامع ابوه وعمال ينادي عليه، ولكنه مش سامع ابوه لان المنطقة فيها اشعاعات منع وصول الاشارة لكيتاي. ابوه بيقول له حبيبي انا سامعك ومعاك، بس للاسف انت مش هتسمعني يا ابني. بدأ كيتاي يتعصب، وشوية بدأ يفكر ويعمل زي ما ابوه علمه. وابوه بيتكلم، طبعا بيتكلم مع نفسه لان ابنه مش سامعه، ولكنه بدأ يفكر زي ابوه، وكأن ابوه بيقول له اطلع يمة الجبل. ولما اتحرك فرح ابوه وقال له الله ينور عليك. بدأ يتحرك كيتاي في المنطقة وشاف واحد متعلق على الشجرة وبدأ يخاف، وطبعا القرصة بتشم الخوف. ابوه قال له لقد وجدك القرصة، يعني القرصة خلاص عرف مكانك يا معلم ولازم تهرب بسرعة. وبدأ كيتاي يطلع فوق الجبل، وابوه شايف ان القرصة طالع وراه بس مش قادر يقول لابنه. كده القرصة يا معلم دخلت نفس المكان معاه. بص صاحبنا فوقه لقى القرصة نزلت عليه، ولكنه قدر يهرب منه بسبب الحجارة البارزة دي. وهنا ابوه شكله بدأ يفقد وعيه. كيتاي وقع في المية في الحتة اللي ما بين الجبل دي، وبيحاول يطلع من الفتحة دي، ولكن القرصة مسك رجله. فتح السلاح اللي معاه ومسك فيه. المكان ضيق على القرصة، نزل وطلع تاني، ولكن كيتاي قدر يطلع لفوق وبدأ يشغل جهاز الإرسال، وكان خلاص هيجيب إشارة، ولكن القرصة مسك رجله وحدفه على الأرض. بدأ كيتاي يفقد الأمل وكان خلاص هيموت، بس بدأ يفتكر أخته الكبيرة اللي ماتت بسبب القرصة اللي كلها، وبدأ يفتكر كلام أبوه والتدريبات اللي كانوا بيتدربوا عليها، وبدأ الخوف فعلا يروح منه عشان يبقى متخفي عن القرصة. اوعى يا معلم، لحظة من الثبات وعدم الخوف. عدى القرصة من فوقه وهو مش شايفه، وقام الوحش ابن الوحش زي أبوه تمام، مسك السلاح وأبوه بيتفرج عليه وهو مغمى عليه. وبدأت العركة يا معلم، بدأ يقطع في رجله وشوية ضرب من كل مكان لحد ما ركب عليه دقها عمال يتفلفظ من تحت، ولكن يا باشا الوحش فوقك وراح مموته. بطل يد يا كيتاي، بذمتكم ما يستاهلش لايك في الحته دي. في الحته دي بقى الجهاز اشتغل وبالفعل بعت الاشاره للكوكب بتاعهم اللي وصلوا على طول وخدوا القائد وابنه على وطنهم تاني. هنا بدأوا يعملوا لابوه شويه اسعافات، ولكن ابوه بعدهم عنه وقال لهم وقفوني يا باشا، قال لهم وقفوني، وعملوا كده فعلا. قام مد التحيه لابنه لانه قام بواجب محدش قدر يعمله من الناس الكبيره، وخده بالحضن. طلع راجل ابن راجل. والفيلم بتاعنا خلص. يلا بقى ادونا اللايك والاشتراك اللذيذ بتاعكم. سلام.